ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هيعجبكم جدا وهتستفادوا منه. تابعوني للاخر، ولو عجبكم قناتي واول مره بتشوفوها اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده هنبتدي بيها الفيديو النهارده بوصفه هنحضر مع بعض عجينه الطعميه. بجد بصوا خطيره، احلى من الجاهزه بكتير وكمان موفره جدا. دلوقتي الطعميه الواحده بقت عامله جنيه وربع وجنيه ونص في بعض الاماكن. فطبعا عشان تفطري هتحتاجي مش اقل من 10 جنيه طعميه. فدي هتبقى تكلفه على اي بيت ان هو يفطر بس طعميه وفول كل يوم، يعدي ال20 جنيه. كفاية علينا تمن العيش اللي هو برضو اصلا غالي قوي. كل حاجة بقت بصوا تمنها غالي جدا. فالحاجة اللي تقدري توفري وتعمليها في البيت اعملي وما تتردديش. تعالوا بقى نشوف كده المقادير بتاعتنا. انا جبت ربع كيلو فول مدشوش، وجبت برضو عليه ربع كيلو حمص. ممكن تعملوها بالفول المدشوش بس، اللي مش حابب يضيف الحمص، بس الحمص بياخدها بقى في حتة تانية خالص. هتغسلي الحمص والفول كويس جدا وهتنقعيهم لمدة ليلة كاملة، وضروري تنقعيهم ليلة كاملة عشان يتطحنوا بسهولة معاكي. وهنحتاج عليهم بصلاية متوسطة، حوالي 7 فصوص توم كبار، لو صغير يبقى 10 فصوص توم. وكام بقى ربطة كده من الخضرة، كزبرة وشبت. وبس كده، ومعلقة ملح، معلقة متوسطة مش كبيرة قوي. وضربتهم كويس في الكبة لحد ما بقوا معايا بالشكل ده. ضربت طبعا الكمية على مرتين، ورشيت عليها برضو كده على الوش كزبرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها تبقى ايه منفوشة كده، ما تبقاش مكتومة. وتعالوا بقى نقليها مع بعض ونشوف شكلها بعد ما اتقلت. وطبعا معايا السمسم بقى والكزبرة وكل حاجة. بصوا خطيرة بجد، تحسوها كده كفتة مش طعمية. اي حاجة طبعا في البيت بتبقى احلى من الجاهزة بكتير. طبعا الكمية ديت انا قليت منها للفطار النهاردة، وكمان عندي 4 اكياس في التلاجة. التكلفة بتاعتها لو حسبناها هنلاقيها 15 جنيه. هتعمل لك فطار لمدة 5 ايام. طبعا محدش يتريق على الطاسة بتاعتي، انا لا اتصنع. انا بصوا زيكم واحدة منكم. الطاسة دي موجودة في كل بيت مصري، ما فيش بيت مصري ما فيهوش الطاسة دي. فما حدش ايه يعلق لي ويقول لي الطاسة ومش الطاسة. مش هجيب حاجة جديدة اقلي فيها يعني. زي ما شفت الزيت كان جديد وعندي طاسات جديدة، بس مش هبوظ حاجة للقلية مخصوص عشان التصوير. يعني انا لا اتصنع، يعني زي ما الفيديو بيمشي كده هي دي الحقيقة. المهم بعيدا عن الطاسة، شايفين بقى شكل الطعمية؟ بصوا خطيرة. والسمسم بقى مخليها حاجة تانية، وكانت مقرمشة وطعمها بجد كان تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. ولو عجبتكم فكرة ان احنا كل فيديو نخلي فيه جزء كده الوصفة، زي مثلا برضو الطحينة. كيلو الطحينة وصل دلوقتي ل100 جنيه. فلو حابين ان كل فيديو اعمل لكم حاجة بطريقة سهلة وسريعة وما تاخدش وقت وكمان هتوفر علينا كتير، قولولي بقى في التعليقات. شايفين بقى شكل الطعمية؟ رصيت كده شوية جرجير، وجبت بقى فلفل وطماطم وخيار، وهقطعهم كده طرنشات بالطول. عارفين انتوا بقى تقطيعة المطاعم ديت. بجد بصوا الساندوتش كان رهيب رهيب رهيب، وطعمها كان تحفة وعجبت العيال جدا. بالنسبة بقى لطريقة حفظ الطعمية، بتحطيها في اكياس وتفرغي الهواء كويس جدا من الكيس وتربطيها وتحطيها في الفريزر. الكيس يبقى على قد استخدام اليوم اللي انت محتاجة فيه الطعمية. يعني ما تحطيش كمية كبيرة تاخدي منه وترجعي تفكي وتجمدي تاني، لا، هو كل كيس على قد الاستخدام. نقطع بقى كده الخضار ونعمل بقى سندوتش طعمية كده لف. انا بحب قوي السندوتشات اللف. بصوا بتبقى فظيعة وبجد من الحاجات اللي بتشبع. يعني لو كلتي سندوتش زي ده ممكن تقعدي عليه طول النهار من غير اكل. حاجة بتشبع بتشبع يعني. قطعت بقى كده الحاجات طرنشات، وهرش عليهم بقى كده شوية ملح بكمون، بشوية كده ايه بهارات. ولو عايزين تضيفوا شطة وضيفوا، بس انا مرضتش عشان بقى العيال كانوا بياكلوا معايا. ونجيب بقى كده رغيف العيش، نحط كده حبة جرجير كده حلوين، ونحط الطعمية ولف بقى. وبصوا بألف هنا، بجد كان طعمه حلو جدا. نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو، وهو يعتبر تكملة للفيديو اللي فات. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. في بداية كل شهر بجيب المكرونات بقى والرز والعلافة اللي ناقصة البيت كلها. بصوا هي الكمية ديت بتكفيني ممكن اسبوع 10 ايام. وقت ما بتخلص ايه ببتدي ان انا اجيب تاني وافضي بقى كده. لو في حاجة باقية في العلبة مثلا كمية صغيرة بفضيها في طبق
وافضي الكيس الجديد والقديم يبقى على الوش. ودي خطوة مهمة جدا. في ممكن بنات متجوزين جديد تفضي الجديد على القديم، الجديد على القديم، والقديم هيفضل تحت وممكن يوصل ان هو يسوس. فانتي لو انتي بتملي كده العلب بتاعتك، ابتدي لو في حاجة قديمة حطيها في طبق واركنيها على جنب، وفضي الجديد وقومي حاطة القديمة على الوش، بحيث ان انتي لما تيجي تستخدمي الحاجة دي تاخدي الكمية القديمة الاول. فكنت جايبة بقى شعرية ومكرونة صغيرة ودقيق، وبصوا حاجات كتير كانت ناقصاني يعني. لسه الشهر مبتداش، بس وقت ما الحاجة ما بتخلص انا بجيب. شايفين شوية الحاجات دولت ب200 جنيه. ازاي؟ انا معرفش. وما جبتش السكر، يعني السكر والرز برا الموضوع. الرز ده انا بجيبه بالشكارة، وكمان السكر بجيب الباكيتة كلها على بعض. يعني بصوا الاسعار بجد بقت حاجة فظيعة جدا. فربنا يكون في عوننا كلنا ويرزقنا ويوسع علينا، واللي يعرف يشتغل حاجة يشتغل. خلاص بجد بقت مصاريف البيت حاجة صعبة جدا، كل حاجة اسعارها اتضاعفت. فانتي دلوقتي لو تقدري تشتغلي اي شغل من البيت او برا البيت اشتغلي، ما تتردديش. حتى لو الراتب قليل اهي حاجة هتسند معاكي وهتساعدك في مصروف البيت. فضيت بقى كده المكرونة والشعرية واللوبيا والفاصوليا البيضة وكمان الحمص. انا كده بصوا محتاجة تقريبا علبتين كمان للسان العصفور، وفي حاجة تانية العدس اللي هو البني. هحسب برضو هشوف لو محتاجة علب تاني. بجد نظمت المطبخ وخلت شكله منظم اكتر من الاول بقى، وبهدلت الاكياس فوق بعضها، وتاخدي حبة من الكيس يتبقى حبة في الكيس. هتشوفوا دلوقتي معايا شكل الضرفة بتاعة المكرونات والحاجات دي، هتلاقوا شكلها بقى منظم جدا، وهتتشجعوا ان انتوا تروحوا تشتروا العلب دي. بتفرق جدا في تنظيم المطبخ. كنت جايبة برضو مرقة الدجاج اللي هي الحجم الكبير ديت، بفضيها في العلبة دي. وكنت جايبة برضو سحلب، اي بقى حاجة عايزة ان هي تتزود او حاجة جايباها عايزة تتفضى في العلب بتاعتها، وفضيتهم كلهم. والروتين سهل جدا وسريع. وزي ما قلت لكم قبل كده، ما بحبش انظم المطبخ او اشتغل فيه كله مره واحده. يعني بحب كل ما مثلا ابقى واقفه بعمل فطار غدا، اخد كده ضرفه او درج وانا واقفه. بتخلص بسرعه وبتسهل عليكي كتير بقى لما تيجي تمسحيه مثلا. الروتين بقى العميق بتاع نهاية الشهر لو بتعمليه مرة كل شهر، هتلاقي الظرف نضيفة، يا دوبك هتعملي الأرض بس. رحت شايله بقى كده المفرش، ولمعت كده الضرفه بتاعه المكرونات والحاجات اللي هي البقوليات، وفرشت المفرش تاني، ونرص بقى العلب. وبصوا بقى الشكل بقى منظم. تخيلوا بقى الشكل لما كان فيه الاكياس والحاجات دي، كان بصوا متبهدل جدا. وباجي اطلع حاجه بفضل اشيل كل الاكياس وارجع ارصها تاني، فكده الشكل منظم جدا. شايفين بقى الجمال؟ ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه وتشجعتوا كده. وانتظروني في فيديو تاني جديد.